السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احسن الناس؟ وحشتوني جدا جدا جدا. دي حلقة تانية من سلسلة بدون شتايم. يلا بقى هنبدأ بقى صافي. هنبدأ صافي يا باشا، مفيش صافي. شروط بس. ولا أي حاجة. طبعا واللي شاف الفيديو اللي فات هيعرف يعني ايه بدون فينا معانا 3 جوكرات، كل جوكر بشتيمة. يعني انا مثلا قلت انا ابن كذا ننزل كارت، انت ابن كذا ننزل كارت، انت ابن كذا ننزل كارت. طب ايه اللي يحصل يا معلم يوسف لو الكوب بتاعتك خلصت وانت شام تاني؟ ده بقى التحدي. يعني العقاب. العقاب بقى ايه؟ زي ما انت عايز. مثلا انت عايز تعاقبني ارفع ايدي، اتشقلب، اعمل ضغط، براحتي انا بقى، براحتي. عقاب بقى اللي انت عايزه. والله انت وابوك يا ولاد يعني. شوف الفيديو اللي فات وانت هتعرفوا التحدي. ليه القطر بيقف قدام الصيدلية؟ يا ترى يا هل ترى ليه؟ عشان يعاكس القطرة. تن ترهرن تن تن. اضغط مرتين على الشاشة تاكل بغاشة. تن ترهرن تن تن. لا داعي للتصفيق، دعونا نعمل في صمت. لسنا الوحيدون ولكننا شخصية خلي الضحكة تعم ولا تزعل. اضحك اضحك. نقولها كده. انا هقلع الحجاب. انا اترددت كتير قوي عقبال إيه؟ ما بس بقى ايه ده؟ في حد يعمل فيديو عشان يحلق الحاجات بتاعه؟ بس بقى ده اي كلام. وعارفه ان اللي انا عملته ده غلط. انا الفتره اللي فاتت نفسيتي ايه ده؟ كانت وحشه ايه ده؟ عملتش عارف وسط الفيديو. ايه ده؟ يعني كويته مفيش وقت خلاص. انا خلاص انا خلاص خدت القرار بقى. قوي. صليت صلاه استخاره. وفي حد يصلي الصلاه الحجاب؟ ازاي؟ ده دين ده؟ انتوا بتعبدوا ايه؟ بتعبدوا ايه؟ هتبقى احسن لو انا قلعت الحجاب. انا عارفه ان انا غلطتي بس. فكروا كده معايا. هو كل ده. الممثلين والمغنيين مش محجبين. ست احنا بالنا ده انت عجرم. احنا نشوف بس صلاة الاستخارة اللي انت صليتيها دي. صليتيها في انهي زاويه دي؟ رامشين عبد الوهاب، ياسمين عبد العزيز، هيفاء وهبي، كل يا فنان احنا بالنا بنحب الناس دول. دول ناس يعني مش عايزين. وبعدين هنا صبرا اصلا مسيحيه مش مسلمه تقريبا. صح؟ اكتبوا في الكومنتات. اكتبوا لنا في الكومنتات. بعدين احنا بالنا الفنانين. احنا بقى يعني شوفي نفسك يعني. عارف انت اللي بتفكرني بايه؟ ايه؟ عارف الشيطان لما بيجي يكون نازل، عارف امه بتقول له ايه؟ لا الاله. اوعى حد ما يقدرش عشان تشربها. وانت كنت مش لسه خارجه من المطبخ؟ مش قلت 100,000 مره اقفل الشبابيك بتاعت الشقه دي؟ كانتكم القرف. جانا شيتوس قطعت عليا وانا ببص على اختك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. حسب الله ونعم الوكيل. واتفرج على اخته وهي هو اللي حسب الله ونعم الوكيل فيه. يعني قطع له المشاهدة خالص. يعني انا مش فاهم. الرزق لا ايه؟ قال له ايه؟ حسب الله ونعم الوكيل فيك. حسب على اختك ولا تستحمل. والله العظيم يا محمود زي ما انا بقول لك كده، بفتح شباك المنور بتاعنا ببص منه لقيت اخت الواد شيتوس جاري لابسه لبس. بقول لك ايه، هي دي اصول الجيره يا عم. عيب عليك، ده انت الباب في وش الباب يا عم. ده انت الشاي بتاعكم بيتعمل عندهم جوه يا عم. لما بيحصل الراجل الشاي عنده بتعمل جوه. عندكم مصيبه هم اول ناس بيقفوا جنبكم. ده انت طلعت اوسخ خلق الله يا اخي. ده يا عم اللي انت بتقوله ده. هو جاب له سيره الشاي وجاب له سيره البيبان. ما قالوش ان هو حرام. اكلمه على الاصول مش عارف. يعني انا بجد محرج من الموضوع. انت فصلتني من اللي انا كنت فيه. غور يا عم في مصيبه تاخدك. انا مش هسكت على الموضوع ده. يا شيتو نص الشارع. يا عم ايوه بيتك انا ساكن في الدور الاول. صحيت خالتك ام دياسكي اللي في العاشر خير. وهيجي ام تسيحت. خير منين يا عم؟ انا عايزك كده في موضوع، بس عايزك تمسك اعصابك شويه. وانت يا ابني شايفني ركبي مخلعه؟ ما تنجز يا عم. عايز يلا يخرب بيتك يا عم. لو على بيتي فانا بيتي مش مخروق، بيتك انت اللي هيتخرب. الواد علي جاركو ده يا عم اللي ساكن في الباب اللي في وشكوا ده جه وحكى لي ان هو بص على اختك من شباك المنور. ولا حلال حرام من دي. لو كان حد غيرك اللي قال لي الكلام ده كنت زماني ملفته هنا في الشارع. بس انا عشان عارف ان انت على الله ان شاء الله ولسه جاي هنا من منطقه جديد. وانا العبد لله ما بيجيش على حد غلبان. ولو على علي اللي انت عاوزني اقفش فيه ده فعلي ده جاري وداخل بيتي واكل معايا. ما دي المشكله. فكك بقى من اللي انت جاي فيه ده عشان ما اخلكش شبه ده. تبقى عايز احط خضر في قلبي. لازم انا اخليك تصدق. انتوا جيل ولاد
وايه في اليوم الفيديو بيقول لك ايه بقى؟ الحاسد 20 علامه في الوجه تدل على شخص حاسد. واحنا لازم الفيديو من ده علامات الحاسد ان أنا احنا مبسوط ممكن يعني. نلاقي عنده عيون صغيره وضيقه. كمان بيبقى عندنا الجفن العلوي بيبقى مستقيم ممكن يحسد. عندنا الجفن المترهل على العين برضو ممكن يحسد. عندنا كمان الشعر اللي بين الحواجب ممكن برضو الشخص ده يحسد. عندنا كمان اصحاب العيون القوسيه او العيون القمريه اللي هي بتبقى نازله من ديل العين ونازله من مدمع العين ومرفوعه من النص، برضو الشخص ده عادي جدا يحسد. عندنا كمان العيون الغائره اللي هي بتبقى داخله في قلب محجر العين كده، بيبقى داخل لجوه في الجمجمه، برضو الشخص ده ممكن يحسد او ممكن يحقد برضو. عندنا كمان اصحاب الشفايف النحيفه ممكن اشخاص دي برضو بتحسد. عندنا بقى في الانف اللي هو عامل زي روح فين تاني؟ برضو الاشخاص دي انا هروح فين تاني؟ يعني ال20 علامه، يعني انا اكتب بقى اجيب ورقه وقلم واشوف دول فيا ولا لا. انا فاست الكل. يلا. بتحسد عادي مش عندها مشكله. كمان عندنا اصحاب الاسنان شبيهه للكلب اللي هي عنده انياب فوق وتحت. يتكلم منين؟ شبه للكلب. شبيه للكلب. كمل. برضو الشخص ده يحسد عادي مفيش عنده مشكله. كمان عندنا الاشخاص اللي ممكن تحسد بدون وعي، اللي هي ممكن تحسدك من غير ما تاخد بالها، اللي عنده يا ولاد قبل ما تاكلوا في طبق من الاطباق اللي قدامكم دي، اللي هياكل منه هيموت. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوه. طب ليه حاطط السم يا حاج؟ بتقوله ده؟ هو انت عازمنا عشان تموتنا ولا ايه؟ ايه يا عنتبلي اللي انت بتقوله ده؟ انا عايز اكل من غير ما اموت. بس انا عايز اكل. انا راجل بسيط عايز هو اكل. عايز يخلص حد من العيله. طب مش لازم بقى يا جماعه وتقول لهم حد هموت حد. في السر حطه كده في السر بقى. حطه في السر صح؟ في السر استخبص. خوفت العيال كده مش هياكلوا. هو مش هيموت يعني هو هيموت بالضحك. هو هيموت بالضحك. هيموت اللي هو نص نص. لا على ميت بقى. انتوا عايزين حاجه؟ هو شويه يبقى في حاله غير طبيعيه، بس ما تجيش اللي هو انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك اللي فن عمرو دياب. انا اذي ولادي يا حبايبي. امال ايه يا بابا اللي انت بتقوله ده؟ يعني انت عازمنا كلنا وتحط لنا سم في الاكل وفي الاخر تيجي تقول لنا مش عارف ايه؟ لا يا جماعه انا مش هاكل من الاكل ده، انا انزل اجيب اكل جاهز احسن لي. اكيد انا كمان مش هاكل من الاكل ده. وبعدين هو العمر بعزها يا بابا. صح. انا مش واكله انا كمان. لا انا مش برضه الاكل ده مش هاكل منه انا ناقص. بقول لك ايه يا عنتبلي، قول لي فين الطبق ده؟ بس يا حاجه بقى. انا في ده. بس يا حاجه بقى. بس يا حاجه بقى. ضحي بأي حاجه غير دي يا حاج. عشان ولادها. اهو كل اكلين على نفس الطبق. باكل كلب شويه والعمر بعزقه. بتعملوا ايه؟ فاكرين نفسكم احسن مننا ولا ايه؟ وبعدين بتتخانقوا على ايه اصلا؟ اذا كنا احنا اصلا مش عارفين هو انهي طبق فيهم. خلاص ده يا مروه انا اللي هاكل الطبق عشان بابا اللي هياكله مش طب ما هياكل. تاكلوا انتوا ساكتين. مش عارف يعني خلاص كلكم عايزين نفس الطبق، ما كلوا انتوا ساكتين. يا شيماء احنا مش عارفين انهي طبق اصلا. يا جماعه ما حدش ياكل، انا هنزل اجيب جرع اكل من جرع تحت. جرع. اللي عايز حاجه يقول لي، العمر مش بعزقها. محدش هياكل اكل من بره، هو الاكل ده اللي هتاكلوه. يا عنتبلي قول لي ايه فين الطبق اللي بتقول عليه وانا هاكله. يا جماعه محدش هيموت بعد ما ياكل الطبق او هيحصل له حاجه بعد ما ياكل الطبق ده. انت من اول معلقتين كده انت هتحس ان الطبق ده كويس ولا وحش. لا اذا كان كده بقى. طب اتكلمت ليه يا حاج؟ بس على الله ما ياكلش دي. طعمه حلو. انا جوعت. فعلا حلو. كلوا يا ولاد ان شاء الله ما فيش حاجه. مين بقى اللي هيموت في الاخر؟ يا جماعه ما انا اكلت وما حصليش حاجه، يعني في ايه مالكم؟ المكرونه حلوه ما فيش مشكله. كل تخيل انت في الاخر السن يكون في طبق الراجل اللي هو كان بيتكلم ده. يا لهوي. لا حلو. هو قاعد بيتكلم يغفله يقوم هو ميت. قبلي قول لي الحقيقه، انت بتخاف علينا ولا لا؟ هتشلت ولا انت قبل كمان انا مراتك يعني عشره عمرك وحياتك وباكل. قول لي يا عنتبلي الكلام اللي انت بتقوله ده صح ولا لا؟ ادينا كلنا اهو يا بابا الاكل ما فيهوش اي حاجه. هو انت بابا بتعمل كده ليه معايا؟ طب ما انا كمان كلت يا بابا وما حصليش اي حاجه ولا حسيت باي تعب. بس انا ما كنتش متخيل انك هتاكلي. انا ما كنتش متخيل انك هتسيبيني يا فريده. ده انت راجل يعني لازمتها يوم اكلت الست وتقول لك لا عمري بعزقها ومش عمري اللي بعزقه واكلت. انا لو قلناها والله نفسي تتسد. تعصبتني.
كده غلش، انت معاك غير كارت ومعايا كارت. ده غير الفيديو بقى. مش عايز اعرف مين اللي هيموت. اوقات تاخدنا الدنيا تسرق. شفت يلا جيب اول فيديو؟ اوقات تاخدنا تسرق وقتنا وانتو ساعات من ناس كتير بتحبنا، نستنى صدفة ومناسبة تضمنا. ده عمرو دياب من الدارك ويب. ممكن بقى تعمل لي اغنيه بتاعت وبيننا وعود، ده كان موعود. تعالوا يا شباب بقى اقول لكم انا قاعد مع مين. فيديو مصر. بلازيل. اوه ده فانتي. خلاص. بس ده عضو مش شتيمه. ده عضو مش شتيمه. صح. خلاص يبقى الكارت رجع لي تاني الحمد لله. طبعا غني عن التعريف. اندرتيكر. بس ده الاندر من غير تيكر. الحانوتشي. فان دايك. دي ماريا. هو دي مرايه عمل كده ليه؟ دي الماريه بتتباع في شاورما ماريه. دي الماريه. نيمار. صلاح. بنزيما. ماني. كرارة. دي مرارة فعلا. مش دي مرارة. كده طبعا عارفين. كان على عيني. ايوه بقى قولوا بقى انتوا في الكومنتات. غني عن التعريف. ايه ده؟ رحمة الله عليه. الحاج الشعراوي. هو عاش تاني؟ ازاي جابوه؟ طب انتوا جبتوا ده ازاي يعني؟ اتفضل. شبه بالظبط يا اسطى. والله بجد. ده شبهه جدا. ومين ده؟ حبيبي عامل ايه اخبارك؟ اقفل بسرعة. ده يا اسطى اللي كان طلع في مع الليمبي لما قال له خد الشاي. قال له حلو. بوح. والقهواجي كسر. سادة مظبوط. هو جاب كل ده ازاي يعني؟ استنسخ كل ده ازاي؟ عندك في مصر هنا في كل حاجه بديله. يعني عندك انت عارف الواد يمين يامال بتاع برشلونه؟ في منه في مصر، عارف مسمينه ايه؟ يمين شمال. جانا الهوى. عبد الحليم مش حافظ. هو حوالي ليه؟ عبد الحليم محافظ. عبد الحليم محافظ. ده عبد الحليم لواحظ. عبد الحليم ناقص. جانا ورمانا الهوى رمانا. عبد الحليم لو شافه اصلا كان ممكن يموت نفسه. يعني هو لو كان هيموت نفسه تاني. ده بيعمل زي التاني بس بيعملها بقى بتعبير وشه. خلاص كده. ده اخر كارت رميته. انا كده الدنيا مش مستاهله على فكره. لا تعبت. الدنيا مش مستاهله. تعبت يا اسطى. لا الجزء التاني من تاكل ايه عند ايه اللي انا سمعته ده صح؟ ده بجد والله؟ مش عارف. انا بقول لك انت فين؟ ايوه انا عندي. حط الكارت. ولا حط الكارت. ايوه بس ده عضو برضه. لا يا اسطى ما ينفعش. ما ينفعش؟ كنت انا اقولها بس انا كنت هقف بقى واتعذب. لا يا اسطى لا. او الحمد لله كده تعادل بقى. انا عندي بدور. ايه ده انا قلت انت قلت. طب يعني ايه؟ كده يبقى حكم. احكم يا اسطى. بس بالراحه يا اسطى. بالراحه ايه؟ لا يا اسطى حكم بالراحه. بص لو حكمت عليك بما ان الناس بيحبوا الحاجات دي ويحبوا المصايب فانت هتعمل 5 ضغط. امي العيشه يا عم. طب الكاميرا مش هتجيب كده. انت يا عم عدي لي. هم اكيد مصدقين الموضوع يعني. لا هيصدقوا الموضوع. ماشي. عد. 1 2 3 مش قادر 4 مش قادر استحمل. ايوه يلا 5 عاش. والله العظيم ظلم. بس انا حاسس ان الحكم كان فيه قوي يعني. تستحب. الناس اللي عندها محفظه حمراء بتجيب الفلوس. هي بتحط علينا. يلا لو فايده ما فوق مده دقيقه. يا عم استنى اشغل التايمر. يلا يا جماعه ابدا التايمر دقيقه اهو. يلا يا باشا يلا يا باشا يلا يا باشا.
يلا يا باشا، حوض هنا في ايدك فوق، يلا يا باشا. هتعمل الجرنان بقى فوق فوق خالص يا عم. هو التايمر اشتغل. فرتك فوق يلا. ابني فوق يلا. مش حلو. لا ماليش دعوه، حد يشتم. ايه يلا. يلا لسه. خلاص لا ماليش دعوه. لا ابني فوق يلا. لسه. انا المفروض في التحدي كنت قاسيت عليك. يا الله يا الله. انا فوق. لا حلو انت حاجه بالدنيا. ابني فوق بس. يلا هزود كمان دقيقه. سلام. ايوه ده انا مش هحل وانا مش هحل. بس يا اصلا انت تعاقبت وخلاص. صح. نكمل. قعدت اقول لك تقول لي الناس اللي عندهم محفظه حمراء الناس مش عارف ايه. مش عارف. ما هي اللي خلتني اعمل كده. بتجذب الفلوس ليه؟ اشتريت واحده. والناس اللي عندها محفظه سوداء تمام كلها ورق ابيض. اشمعنى؟ تحطوا ايه؟ يعني الناس اللي عندهم محفظه حمراء انت قلت عليهم الكلمه. اختارت اللون الاحمر. اشمعنى بقى الاسود؟ يحطوا ورق ويحطوا مش عارفه ايه ويحطوا ما فيهاش فلوس، فاضيه من الفلوس المحفظه. محفظتك ايه؟ حمراء. فيها فلوس؟ فيها فلوس. فيها ده كده حكم بقى. يا اسطى ما كنتش اقصد يا اسطى. هو انا في اخر فيديو هننزل نديها احكام كده. مش عارف الست دي خلتني بقى. خليها حلو. عايز نعمل ايه طيب؟ اتفضل. ترفع ايدك. برضه؟ دقيقة؟ هيرفع ايده لمدة دقيقة. انا ما برحمش. ماشي شغل الطيب بس عشان بلاش خم. اهو يا باشا. ايوه شغل الطيب. لمدة دقيقة. يلا يا عم. يلا بدأنا. يلا. بس والله اصلا حرام يا اسطى. ايه اللي عملت كده؟ طبعا مسلمات. مش دعوة ماليش دعوة. يلا 16. عشان في حاجة لا دي كام دقيقة؟ دقيقة. يا الله الحقيقة صح. حلو والله صح؟ مش عارف. ممكن انا اعمل ايه؟ صافي نشوف. يلا دقيقة. بس على فكرة انا قعدت دقيقة بص كام ثانية هحاسبك على كام ثانية دول. لأن الأسود لون مائي رايح جاي مش مستقر، لكن الأحمر أعلى تردد في الألوان، فبالتالي تعالي نشوف الفلوس معمولة من إيه؟ أنا هجيب محفظة حمراء. ورد. بس أنت قلت إن أنت بتاعت لا مش هقول طبعا. مش أنت هتجيبها. الخشب صح؟ الخشب والنار حبايب، الطاقة بتاعتهم حلوة، المحفظة حمراء ناري والفلوس. الناس اتجننت خالص. الناس مش لاقي حاجه تتكلم فيها، بتتكلم على الشرابات على بيتكلموا على الاحمر ما تفهمش اي حاجه. يعني مثلا في اغنيه طالعه من جديد تقول لك انا عايز كروتي. يعني ايه ده بقى يا اسطى؟ يعني ايه كروتي يا حرامي؟ الناس اتجننت والله العظيم بجد. ودي تقول لك المحفظه لو حمراء مش عارف بتاعت ايه، وانت تقول لها والسود مش عارف. الناس اتجننت. ويقول لك ناري ومش ناري والاسود مش عارف ايه الناس اتجننت والله. مش عارف بقى. ركزوا بقى في الاحمر والاسود وسيبوا بقى الاصل. يعني ايه؟ يعني بص يا اسطى، لو بيركزوا في 2000 years later. او يسيبوا يركزوا في راس التعبان ويسيبوا دي حكمه مثلا. بس انا مش فاهم عامه كده يا جماعه. نكون خلصنا نهايه الفيديو والعذاب والتحديات. ولو عايزين جزء تاني في الموضوع اكتبوا لنا. العوده جوده الشريط جديد. اكتبوا في الكومنتات لو انتوا عايزين جزء تالت او حبيتوه نكمل في السلسله دي. بالظبط كده. بحبكم جدا جدا. تشتركوا اللايك والكومنت، وادعوا اخواتنا في غزه، ادعوا اخواتنا في غزه في فلسطين عامه. مهم جدا جدا جدا. انصرهم يا رب امين. بالظبط كده يا رب ينصرهم. وبس ادعوا لهم يا جماعه كويس. بحبكم جدا 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 وسلام. I like big mama.